ترند التنحيف والنجوم الجدد، بس هذول ما ماخذين شهرة مثل اللي ماخذها الساكسندا. سيماغلوتايد، اوزمبيك، ويجوفي، هرمون يشبه الجي ال بي 1 والباقي بالحلقة السابقة. اذا هو يشبه ليش دا نجيب سيرته؟ الفرق بين السيماغلوتايد والليرجلوتايد انه السيماغلوتايد ينحقن مرة واحدة بالاسبوع، يعني لا منبه ولا تذكر نفسك ولا نفس الوقت على الحقن ولا كل يوم تشكه. ممكن يسبب لك خربطة بالجهاز الهضمي وتعب وارهاق، بس سهولة استعماله تمشي لهذا الموضوع. وهنا نفس الموضوع، الاوزمبيك الجرعة القليلة للسكر، والويجوفي الجرعة العالية لتنزيل وزن. بس المفاجأة اكو منه هنا حبوب، الاستعمال مالته حقنة مرة واحدة بالاسبوع، والجرعة عند الطبيب. لا حوامل ولا اطفال ولا اللي ياخذون انسولين يستعملوه. السعر مالته كلش غالي ما راح نقوله. بعض الدراسات تقول انه اللي يستعملوه اقل شيء يساعدهم بنزول 15% من وزن جسمهم باقل من سنة ونص. وهسه قاعد ننتظر واحد جديد ينضم للعائلة، تريزيباتايد. هو بعده ما مرخص، بس اذا ترخص راح يسوي ضجة كلش كبيرة بالعالم. هذا تقدر تقول عليه خارق، لان الدراسات الاولية اللي قاعد يسووها عليه تقول انه ممكن يساعد بنزول خمس وزن الجسم خلال سنة وشوية، يعني من 25 الى 30 كيلو كل سنة وشوية، وهاي طفرة كلش كبيرة. شنو رايك؟